صباح الخير أو مساء الخير عليك. أنا باتريك وده باتس توك. أخباركم إيه يا جماعة؟ هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا، ولو سألتك دلوقتي معناها إيه تفضل فكر كتير وهتسكت شوية. طيب تعالى نلعب لعبة. اعمل بوز كده أو وقف دلوقتي البودكاست وتعالى هات ورقة وقلم واكتب إيه هو النجاح ليك. 2 hours later. تمام، سبتك يا عم تكتب كل اللي في نفسك علشان ايه اسهلها عليك قوي. النجاح ده كلمة كبيرة قوي، كل واحد يشوفها من زاوية. تمام، خلاص اتفقنا على اللي فات ده كله. اوكي، هنقول النجاح اللي هو مثلا الالتيميت نجاح، البيست براكتس في النجاح، احسن تعبير عن النجاح، احسن شكل للنجاح، البيرفكتو. اقول لك مفيش. تمام، انت بقى جايبني هنا بقى وعمال تضحك عليا وتقول لي مفيش. طيب خلينا بقى نتكلم جد. نفس الورقه وقلم بقى اللي معاك دول، وخلينا ايه نقسمها انا وانت كده ايه واحده بالتفصيل. تمام، وخليك معايا بقى ما تنامش، روح هات حاجه سخنه ويلا بينا. 2 hours later. خلينا بقى ايه نكتب. اول حاجه، النجاح ده متقسم لكذا حاجه كده. تمام، اول حاجه النجاح المهني ده سهل جدا، انك تحقق اهدافك في شغلك او في المجال اللي انت فيه او الديبارتمنت اللي انت فيها، سواء مثلا بوزيشن، سواء منصب، خبره او اكسبيرينس في حاجه معينه، او تاثيرك على الشركه او تاثرك بالشركه او اللي بتتعلمه منها. تمام، كل ده نجاح جميل جدا. دي اول حاجه حطها على جنب، ودي كلنا تقريبا عارفينها، واظن ان معظمنا اصلا لما انت كتبت معايا فوق ايه هو النجاح بالنسبه لك تقريبا معظمه كان في الحته دي. طيب لا، احنا مش عايزين بقى ايه نبص على الحته دي لوحدها. عندنا ايه تاني؟ عندنا النجاح الاجتماعي. هتقول لي مين النجاح الاجتماعي ده بقى؟ النجاح الاجتماعي ان انت تبني علاقات صحيه، انك يبقى حواليك ناس بتحبك وبتحب وجودك، يكون في ناس انت بتحبهم بتحب وجودهم. كل ده بيكون نجاح. ممكن ده مثلا من انواع النجاح احنا ما بنعتبروش نجاح، او حتى يعني ما بنحطوش حتى في اعتباراتنا انه نجاح اجتماعيا. يعني بتبني علاقات صحية، ناس مش توكسيك، ناس مش بتأذي، ناس بتساعد، ناس بتسبورت، ناس بتحبك زي ما انت، منولك دايما الخير، الناس بتحب وجودك في وسطهم، بتحب تسمعك لو انت بتقول حاجة او نصيحة، بيحبوا هما يتكلموا معاك. تمام، ده برضو نوع تاني من انواع النجاح. عندنا بقى نجاح تاني، وهنبدأ ايه نتخانق كده ايه، ونبدأ كل واحد يبقى رأيه مختلف عن التاني سنة. طيب ايه هو النجاح ده بقى؟ هو النجاح المادي. النجاح المادي يعني ايه بقى اختلافه عن النجاح المهني؟ تعالى اقولك. احنا لما جينا نعرف النجاح المهني كنا بنقول ايه؟ تحديد اهدافك في الشغل او مجالك او منصب او اكسبيرينس او ديبارتمنت او اي حاجه من الحاجات دي كلها. جبنا سيره فلوس؟ ما جبناش سيره فلوس. هنا النجاح المادي، هل بقى معناه النجاح بقى انا نفسي ابقى ملياردير واجيب الاكس 17 والاكس برو ماكس والمش عارف؟ لا 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 لا. النجاح هنا مش معناه البذخ، معناه انك تنجح ماديا. يعني معاك اللي تكفيك، تقدر مثلا تحوش منه حاجات مثلا عايزها، وفي استقرار مالي وانت تعيش بيه مرتاح، وتقدر ان انت دايما يبقى في جزء من الرفاهية من غير ما تفضل بقى قلقان والكلام ده. اوكي كده عرفنا الفرق، ماشي تمام. طب تعالى على حاجة تانية لسه ما اتكلمناش فيها، النجاح الشخصي. هتقولي بقى النجاح الشخصي، هتقولي روح استحمى وما تستحماش، واغسل واعمل ضوافرك واغسل سنانك لا لا لا، مش قصدي الكلام ده خالص. النجاح الشخصي ده مختلف عن اللي انت بتقوله ده. ايه هو النجاح الشخصي؟ انك توصل لمرحلة من الرضا الداخلي عن نفسك، وتكون مبسوط باللي حققته حتى لو لسه ما وصلتلوش. ايه بقى الكلام اللي انت قلته ده يا عم؟ اقولك،
النجاح الشخصي ده اللي هو في جزء كبير من الرضا عن النفس، او ان انت تبقى مبسوط باللي انت فيه. يعني هقول لك على حاجة، لو انت ناجح ماديا ومهنيا واجتماعيا بس انت مش راضي عن ده، فهل هنعتبر ان الثلاثة اللي فاتوا دول نجاح؟ انا ما اظنش خالص. يعني النجاح الشخصي هنقوله تاني ان هو تبقى واصل لدرجة من الرضا عن النفس، وتكون مبسوط باللي انت فيه، مبسوط باللي انت حققته، مبسوط انك لسه بتكمل، انت مبسوط بالرحلة اللي انت بتعملها، رحلة نجاحك دي كلها. هو ده النجاح الشخصي. حتى لو انت لسه ما وصلتش بس انت مبسوط بالرحلة اللي انت فيها، ما هو ده نجاح. وخليني برضو اقول لك حتة هنا مهمة جدا، هو النجاح مش هيجيلك في نفس الوقت اللي جه لصاحبك ولا عمك ولا خالك ولا صاحبتك ولا مراتك ولا باباك ولا مامتك ولا بيل جيتس. نجاحك هيجي في وقته اللي هو بتاعك، ونجاحهم هيجي في وقتهم اللي هو بتاعهم. ممكن نجاحك يكون وانت في العشرينات، ممكن نجاحك ده يجي وانت في الثلاثينات، ممكن نجاحك ده يجي بعد ما تميت 50 مثلا ولا حاجة. KFC مثلا، يعني خلينا ناخد هذا المثل. الراجل اللي عمله أصلا أو أسس الشركة دي أو الحاجة دي أصلا كان عدى 50، وكان خلاص يعني 50 هتقول لي خلاص ده خلص حياته وعمل كل حاجة وقام ووقع وخلاص ومفروض ده ايه وقت الاستقرار والموضوع كده خلص. لا، 50 سنة عمل الخلطة، عمل مش عارف ايه، بقى فروعه في كل العالم وكل الكلام ده كله. تمام؟ فوقت نجاحك مش هو وقت نجاح حد تاني. فإن انت تكون عندك نجاح شخصي اللي هو انك تبقى راضي عن اللي انت بتعمله وراضي عن اللي هتعمله ومبسوط برحلة نجاحك دي كلها، ده نجاح مهم. في نفس الوقت نجاحك مش هيجي في نفس نجاح حد تاني، فما تقارنش نفسك بحد تاني. رقم 5، النجاح النفسي. طيب النجاح النفسي اللي هو ده ايه؟ ان انت هتكون متصالح مع نفسك، عارف انت مين، رايح فين، خطتك ايه، بضحي بايه قصاد ايه. سهل اهي وبسيط. كمل نفس الكلام اللي احنا ايه بنقوله. عندك نجاح شخصي ورضا عن نفسه ومبسوط ومش عارف ايه، هيبقى ايه؟ هتخش في النجاح النفسي اللي هو انا متصالح مع نفسي، انا عارف انا فين، انا مين، انا رايح فين. طب ما انت معلش، انت ممكن تكون ناجح شخصيا وعندك رضا عن النفس والكلام ده كله، بس انت مش متصالح مع نفسك، انت مش عارف انت مين ورايح فين وبيحصل ايه. انت اتقالك ان النجاح خلص المدرسة، خلص الكلية وانجح، روح اشتغل شغلانة كويسة في بنك ولا في مش عارف ايه، وبعدين اتجوز وجيب عيال وربيها، هو ده النجاح. فانت مشيت معاهم يا باشا، انا كده راضي عن نفسي ومبسوط. فعلا ماشي، لو ده النجاح بالنسبة لك، ده النجاح الشخصي. طيب هل النجاح النفسي بعد متحقق او موجود؟ جاوب انت. اوكي، في نجاح تاني ممكن انا لما كنت مثلا بدور او بحاول اشوف ايه ممكن تكون انواع النجاحات اللي موجودة حوالينا غير مثلا اللي انا عشتهم او عارفهم ككلمات، في حاجة اسمها النجاح الروحي. وانا بحس انه ده مفتاح كبير قوي ومهم قوي في باقي النجاحات دي ان هي تبقى تحصل او تكون موجودة. ايه هو النجاح الروحي؟ هقولك تعريفي للنجاح الروحي ببساطة انه نجاحك في علاقتك مع ربنا باختلاف ادياننا، باختلاف عقيدتنا، باختلاف كل حاجة. في حاجة اسمها نجاح روحي اللي هو نجاحك في علاقتك مع ربنا، بتصلي، بتصوم، لسانك حلو مش بتشتم ومش بتقل أدبك على حد، ايدك مش طويلة طول النهار بتضرب حد، ما بتسرقش، ما بتعملش. دي حاجة أنا بحس إن بصراحة إن هي من النجاحات اللي بتبقى مفتاح للنجاحات التانية. طيب جميل، نجاح شخصي، نجاح مهني، نجاح اجتماعي، نجاح مادي، نجاح نفسي، ونجاح روحي. 6.
تمام. كل واحد بقى في الورقة اللي هو كان كاتبها أو كتبها في الأول، أو كان بيحاول يجاوب على سؤالي، أكيد كتب أي حاجة من الحاجات دي. وأنا يعني أظن صدقوني إنه معظمنا هيبقى مركز أكتر على النجاح المهني والنجاح المادي أكتر من أي حاجة تانية. ما بنفكرش قوي في ممكن باقي النجاحات. عشان بقى احدد، او انت مش انا بقى اللي احدد، انت اللي هتحدد النجاح الخاص بيك ده شكله عامل ازاي. كل الكلام الجميل ده اللي هو النجاح الخاص بيك انت. فكر معايا في كذا حاجة كده واكتبهم يلا ورايا، نستفاد احنا الاتنين صدقني مع بعض. ايه هي بقى الحاجات اللي احنا نبتدي نفكر فيها واحنا بنحدد النجاح الخاص بينا احنا؟ اول حاجة القيم بتاعتك، تاني حاجة الاهداف الكبيرة، تالت حاجة الإنجازات الصغيرة، رابع حاجة المعايير الشخصية، خامس حاجة التوازن. تعال نفهم مين دول. طيب أول حاجة القيم بتاعتك. إيه الحاجة اللي أنت مش ممكن تستغنى عنها في حياتك؟ حرية، استقرار، شهرة، راحة، فلوس، علاقات، ناس بعينهم. القيم دي هتكون البوصلة بتاعتك اللي هتحدد شكل النجاح. تاني حاجة نخش عليها هي الأهداف الكبيرة، اللي هو بقى؟ هو اسأل نفسك لو حياتي عدت بسرعة نفسي أبص وافتكر فكرت فيها قبل كده؟ طيب فكر فيها. ممكن طيب تأسيس مثلا شركة، حاجة هي مهنية. طيب عيلة سعيدة، دي في العلاقات. سفر مثلا، هتلف العالم، أو حتى تسيب حاجة إيجابية للناس اللي من بعدك أو عيالك أو أصحابك أو أهلك. تسيب حاجة إيجابية يعني أكيد مش قصدي فلوس وشقق وعربيات، يعني احنا قصدنا الحاجة أثرت في الناس بطريقة إيجابية. تالت حاجة عندك الإنجازات الصغيرة. النجاح مش بس حاجة بعيدة، هو كمان خطوات يومية، خطوات أسبوعية، خطوات شهرية. انت بتفضل تتحرك رايح للنجاح. هي زي ما انا قلت لك الرحلة. الحاجة لو عملتها السنة دي هتحس انك ناجح. انجازات صغيرة، نتكلم سنة، مش بنتكلم على رؤية كبيرة. لو عملته كمان 6 شهور هتقول انا ناجح. ماليش دعوة بباباك ومامتك قالوا لك النجاح، ماليش دعوة بصحابك قالوا لك النجاح، ماليش دعوة بالناس عندك في الشغل قالت النجاح، ماليش دعوة بالمجتمع بتاعك بيقول لك هو النجاح. احنا دلوقتي بنقول انت اللي هتحدد النجاح الخاص بيك. حدد الاول القيم بتاعتك. الحاجة اللي ممكن تتنازل عنها، او قصدي مش هتنازل عنها في حياتك. اسأل نفسك سؤال تاني في الأهداف الكبيرة. لو حياتك عدت بسرعة نفسك تبص قدام، تفكر في تلاقي نفسك فكر في الحاجات الصغيرة. كل سنة انت نفسك تكون فين، تحس تعمل تبطل تبدأ هزود عليها حاجة كمان، المعايير الشخصية. طيب هي المعايير الشخصية؟ هقول لك قارن نفسك بنفسك مش بالناس. قارن نفسك بنفسك مش بالناس. النجاح هو انك تبقى احسن من نفسك اللي كنت من سنة او من 5 سنين او من 6 سنين. ده معيار شخصي للنجاح. مش المعيار الشخصي للنجاح ان ابن خالتك بقى دكتور فانت المفروض تكون دكتور، باباك نجح في الهندسة فانت هتكون نجح اصلا في الهندسة. مش علشان كل الناس عايزة دلوقتي تشتغل في مجال معين وكله شايف ان ده النجاح وده اسرع حاجة بتجيب فلوس، انا قصدي على حاجة معينة مش هقولها، فكله يعمل كده ويقول ده انا ناجح. ماشي، انت بتحسبها كده تمام، خلينا نختلف في دي وانا وانت هنفضل اصحاب. طيب 5 حاجة احنا قلناها التوازن. النجاح الحقيقي مش في مجال واحد، النجاح الحقيقي هيبقى في كل دول مع بعض، صح؟ هل عندك توازن بين شغلك وصحتك وعلاقاتك ووقتك مع نفسك؟ طيب ماشي، بعد ما كتبنا الكلام ده كله خليني طيب أسألك سؤال. هو تعريفك للنجاح بعد كل اللي احنا قلناه ده كله؟ ونفسك تركز على في النجاحات دي كلها، او نجاحك يكون مركز على من الحاجات دي كلها؟ وخليني اقول لك قبل ما تجاوب، اجابتك على السؤال ده ما فيهاش صح
او غلط، عشان النجاح عند كل واحد غير التاني وبيجي في وقت غير التاني. نجاحك ممكن يجيلك بدري وتعيش عليه حياتك كلها، ممكن يجيلك متأخر وبرضه تعيش باقي من عمرك مع ده. تمام؟ طيب تعالى بقى كده بعد ما قلنا كل ده نقول بعد كل ده برضه ان النجاح ملوش تعريف محدد. بس لو هنقول ان في حاجة واحدة نحدد عليها النجاح في العموم فهو توازن بين كل دول. اتفق مع ده او نختلف مع ده، انا بقول لك رؤيتي انا اللي انا شايف. ممكن تكون مثالية، ماشي معاك، ممكن ما اختلفش معاك في دي مع اننا برضو مختلفين. تمام؟ بس لو انت بتتكلم عن نجاح يبقى في حياتك، يبقى نجاح كل حاجة مع دول متوازن. يبقى ممكن نقول ان التوازن ده ممكن ياخد الشكل اللي انا هقولك عليه دلوقتي. هنبصله من ناحية ايه؟ 4 أعمدة. ايه هم ال4 أعمدة دول؟ الشغل، الصحة، العلاقات، الراحة، ربنا. طبعا الشغل احنا قلنا تحقق انجازات وتطور في نفسك وتكون ليك قيمة في الشغل، تكون مؤثر في شغلك، تطلع باكسبيرينس، كل الكلام ده كله الجميل ده. صحتك، جسمك وعقلك يفضلوا في افضل حالة ممكنة علشان تستمتع بكل اللي انت بتحققه اصلا. العلاقات، الناس اللي حواليك بتحبك، بتدعمك، اسرتك، اصحابك، كل اللي حواليك بيحسوا بوجودك، بيحسوا انهم حابينك، حابين يقعدوا معاك، عايزين يكونوا معاك. الرابعة الراحة، في وقت لنفسك، في متعة شخصية وشعور بسلام داخلي. ممكن ده يتلخص في انك تقعد لوحدك، تقعد تقرأ، تلعب لعبة، تعمل بازل، ايا كان في حاجة اسمها متعة شخصية، حاجة انت بتحبها تحب تعملها لوحدك، وقت كده يكون لنفسك. وطبعا اخر حاجة ربنا، اياك تنسى ربنا، علشان دي حاجة الخامسة لو كنا قلناها في النجاح الروحي. صدقني دي نجاح من النجاحات اللي عمرك في حياتك ما هتندم عليها، ما هتفكر فيها، ما هتقول ايه اللي انا عملته ده، صدق. فالتوازن بقى هو في ال4 أعمدة دول، وانا زودت عليهم ايه؟ ربنا. يبقى خليهم ايه؟ خليهم يا عم 5 أعمدة، مش مهم اصلا عددهم ايا كان. حلو قوي، كل الكلام اللي احنا قلناه ده جميل وكل حاجة. اكتب بقى ال5 أعمدة او ال4 أعمدة اللي احنا قلناهم دول، واكتب تحت كل عمود حاجة بسيطة كده نفسك تعملها. مثلا في المهنة انا نفسي ابقى CEO CFO CTO، الحاجات اللي فيها سيهات اللي احنا كلنا بنحبها وعايزينها دي. طيب يعني زي ما اتفقنا ايه، تحت كل عمود اكتب حاجة انت عايز تعملها في العمود، حاجة واحدة بس، خلينا نقول حاجة واحدة بس. تاني حاجة هنعمل ايه؟ هنوزع وقتنا على ايه؟ هنوزع وقتنا على ال5 حاجات اللي احنا قلناها. يعني موزع وقتك بالتساوي. طبعا مش لازم بالتساوي، يعني انت ايه، انت اللي تظبطها مع نفسك، المهم ان ايه، يكون في توازن ان انت تقدر تعمل كل الحاجات دي. ايه تاني ممكن نعمله؟ ممكن نعمل روتين صغير كده في اليوم، انه مثلا الشغل، مثلا انا النهارده اشتغلت وعملت واخلص حاجات، وممكن ايه اتعلم حته كده في ايه في النص، اسيرش على حاجه اعرفها. الحاجات دي برضو بتفرق. طيب الصحه، في ساعه كده جيم، طبعا هتبقى على الاسبوع، طبعا اكيد مش كل يوم جيم، بس بتمشي بتتمرن في جيم في الاسبوع، بتاكل اكل كويس، مركز مع نفسك في الاكل، حاجه صحيه مثلا. العلاقات، بتسأل عن الناس اللي حواليك، بتسمع صاحبك كان عنده مشكلة، بتقف جنب واحد، بتبارك لواحد في حاجة، بتروح مثلا تعمل الواجب مع حد. علاقاتك كلها. طيب ايه تاني؟ عندك راحة كل يوم بتاعتك انت لوحدك، دي حاجة مهمة. والراحة اللي انا بقولها دي ملهاش دعوة بعلاقتك مع ربنا. علاقتك مع ربنا ده جزء، والراحة بتاعتك اللي هو الوقت بتاعك لنفسك ده جزء تاني. طيب الراحة دي انا هعمل فيها ايه؟ اقرأ، اسمع مزيكا، ارسم، اعمل بودكاست زي ما انا بعمل بودكاست، اعمل اي حاجة، وقت بتاعك انت. اتفرج على فيلم وكل فشار، ماشي، لو هتستمتع مع نفسك بده ماشي. يعني انصحك خلي وقت الراحة ده بعيد عن اي شاشات، موبايل، كمبيوتر، تلفزيون. بعد طبعا ما تعمل كل ده قيم نفسك كده، يعني حط لنفسك فترة وقيم نفسك فيها. انا قدرت اعمل كذا وكذا وكذا وكذا،
انا قدرت اوصل لكذا وكذا وكذا وكذا. يعني هقولك على حاجة انا بعملها عامة كل سنة. انا باجي كل سنة شهر 11 وشهر 12 بقيم نفسي على السنة كلها. انا عملت ايه السنة دي، اشتريت لنفسي ايه السنة دي، عملت ايه في شغل السنة دي، خرجت فين السنة دي، عرفت مين جديد، علاقتي اتقطعت بمين. بعمل لنفسي لستة جديدة للسنة الجديدة. وطبعا يا جماعة أنا شخص زيكم، بني آدم عادي طبيعي، بحط فيها إنه أنا عايز أغير موبايلي، أنا عايز أجيب ماوس جديد، أنا الكيبورد مش عارف إيه، أنا نفسي في سلك بيكهرب. عادي، في حاجات مادية طبعا، ده حاجة شيء طبيعي، إحنا كلنا بني آدمين، مفيش مشكلة خالص. بس اللي ابتديت أعمله وحسيت انه فرق معايا كتير، ان انا ابتديت اكتب بقى ايه، انا نفسي في راحة البال. عارف ان هي مش حاجة سهلة ومش حاجة هتروح تشتريها او تجيبها يعني، بس نفسي في راحة البال، نفسي اكون مبسوط، ابسط حد انا بحبه. اكتب ده كله وفكر فيه، فكر هتعمله ازاي، حطوا هدف، حطوا حاجة انا عايز انجح فيها. أنا لو اللي حواليا مبسوطين مني ومفيش مشاكل في علاقاتي وكل حاجة ماشية كويسة، ده نجاح. بس مش ده نجاح لوحده، لا، أنا هزود عليه إن أنا هبقى شاطر في شغلي وهتعلم مثلا حاجة جديدة وهترقى مثلا برضو سيم السيسات اللي احنا عمالين نتكلم عنها. يعني كام جملة كده في الآخر، النجاح مش سباق، النجاح زي ما أنا قلت لك، النجاح رحلة، خدها كلها وعيشها على بعضها. المهم في النجاح ده أو في الرحلة دي الاستمرارية مش الكمال. يعني إيه؟ يعني مش كل حاجة تبقى بيرفكت، عشان مفيش حاجة بيرفكت وكاملة. يبقى المهم عندك الاستمرارية. كمل. جملة أخيرة هقفل بيها، النجاح بيجيلك في وقته. إيه هو وقته؟ مش إحنا اللي بنحدده، ربنا اللي بيحدده لنا، بس نجاحك هيجي. أنا باتريك وده بات ستوك.